عارف الشركة؟ طب شايف أرقامها؟ لأ، يبقى ما تعرفهاش. تعال أقول لك إزاي تقدر تقرأ قوائم مالية أو financial statement بسهولة. في 3 ورقات لازم تبص عليهم قبل ما تشتري أي سهم. 1، الميزانية العمومية اللي هي البالانس شيت، بتقول لك الشركة عندها إيه وبتدين لمين. الأصول زي الأراضي، الكاش، المخزون. الخصوم زي القروض والديون. حقوق المساهمين زي رأس مال الشركة أو الأرباح المحتجزة. لو الأصول أكتر من الخصوم يبقى ده مؤشر صحي مالي. 2، قائمة الدخل أو الانكم ستيتمنت، بتقول لك الشركة بتكسب كام من الإيرادات زي المبيعات، بتصرف كام المصروفات، صافي الربح بتاعها إيه. ببساطة بتدخل كام وبتصرف كام. 3، التدفقات النقدية، الكاش فلو ستيتمنت، بتقول لك في كاش فعلا قد إيه جوه الشركة ولا الأرقام على الورق بس. لأن الأرباح ممكن تتسجل بس الكاش هو اللي بجد بيشغل البيزنس. واللي يعرف يقرأ قوائم مالية صح يعرف يختار صح. نزلوا ابلكيشن EFG MS1 وابتدوا رحلتكم الاستثمارية.